مدريد خلاص خلصت الدوري وخلصت كل حاجة. ريال مدريد بيستعد لإعمال صفقات. النهاردة في حلقة ديت هقول لكم بعض الصفقات اللي ريال مدريد هيعملها والراحلين على ريال مدريد. صلي بينا على النبي وتعالى اقولك. بس قبل ما نبدأ الحلقة اعمل سبسكرايب وفعل زرار الجرس واضغط اللايك عشان تتضم لقناتنا بتاعة محمود طولاوي الرياضي. يلا بينا. الراحلين على ريال مدريد هو ايدن هازارد. ايدن هازارد ريال مدريد هتمشي ايدن هازارد ليه؟ ايدن هازارد بسبب اصاباته الكتيرة وبسبب عدم مشاركته في المباريات، ولا انشيلوتي بيعتمد عليه، وهازارد بيتصاب كتير في المباريات، وهازارد مش اللي احنا نعرفه. هازارد مستوى سيء جدا. يعني ريال مدريد هتمشي هازارد خالص من الفريق الموسم المقبل. في بداله فينيسيوس جونيور ورودريجو. مشوا كارفاخال من ريال مدريد بعد ما قضى مع ريال مدريد عمر كبير، وهيمشوا كارفاخال بسبب أداء المذبذب في المباريات. في ناس هتقولي كارفاخال بيشارك كتير في مباراة ريال مدريد وأداء حلو، بس ريال مدريد هيمشي كارفاخال عن الفريق، وممكن اللي يقف بديل لكارفاخال ميليتاو أو ناتشو. كارفاخال من ضمن الراحلين على ريال مدريد. ثالث واحد أسينسيو هيرحل على ريال مدريد الموسم المقبل. ريال مدريد ما كانتش عاوزة تمشي أسينسيو، كانت عاوزة تخلي أسينسيو قاعد في ريال مدريد ويمدوله عقده عامين كمان. هو أسينسيو عنده 26 عام، بس أسينسيو رفض اللي هو يجدد عقده مع ريال مدريد بسبب مش بيشاركش كتير. أسينسيو بيشاركش كتير مع ريال مدريد، فهو هيرحل على ريال مدريد. تالت الراحلين على ريال مدريد. الراحلين هو لوكا مودريتش على ريال مدريد. ريال مدريد لغاية الآن ما قدمش عقد ليه لوكا مودريتش يمدد عقده لعام كمان أو عامين لغاية أما لوكا مودريتش يعتزل في ريال مدريد. لأ، ريال مدريد لوكا مودريتش ممكن يرحل على ريال مدريد عشان الصحافة الإسبانية هي اللي ذكرت كده، وقالت إن لوكا مودريتش هيرحل على ريال مدريد في الموسم المقبل. في بدل لوكا مودريتش هيجي بلينجهام ومكانه تشاومين ومكانه كامافينجا وبالفيردي. ناس كتير أوي يا جماعة مكان لوكا مودريتش. أسطورة هيرحل على ريال مدريد لوكا مودريتش. توني كروس هيرحل على ريال مدريد. ليه توني كروس هيرحل على ريال مدريد؟ ريال مدريد كان أعلن فيه الموسم اللي فات ان توني كروس هيرحل على ريال مدريد. خلاص توني كروس عقده انتهى مع ريال مدريد. خلاص توني كروس هيرحل على ريال مدريد، مش هيبقى مع الفريق في الموسم المقبل. توني كروس عنده حاجة و30 سنة. خلاص توني كروس ريال مدريد هيمشيه الموسم المقبل، مش هيمد عقده. في اللي جاي بلينجهام وفي تشاوميني وفي كامافينجا وفي بالفيردي. في لعيبة كتير هتيجي بدل توني كروس، وأسطورة هترحل على ريال مدريد كمان. تقارير أسبانية وتقارير سعودية إن بنزيما خلاص هيرحل على ريال مدريد الموسم اللي جاي. خلاص بنزيما هيرحل على ريال مدريد الموسم اللي جاي. في اتحاد جدة عارض على بنزيما 100 مليون يورو اللي هو يجي اتحاد جدة السعودي، وبنزيما بيفكر في الموضوع ده وهيرحل على ريال مدريد. وريال مدريد لسه ما قدمش عقود لبنزيما عشان يجدد. يعني بنزيما هنضمه لقائمة الراحلين على ريال مدريد. أسطورة هترحل على ريال مدريد كمان. هير الشمال هيرحل على ريال مدريد
نهاية الموسم ده والموسم المقبل. ليه يرحل؟ بسبب إصاباته الكتير، بسبب إصاباته المتتالية. لسه لاعب عمره 22 عام، وريال مدريد هيرحلوه عنه الموسم المقبل. ممكن ألابا يلعب مكانه أو ناتشو اللي هيقعد ويكمل في ريال مدريد، بس مندي مش عاوز يسيب ريال مدريد ويرحل، عاوز يفضل في ريال مدريد لغاية عمره كله. بس ريال مدريد هيرحلوا عنه. باريس ان جيرمان مقدم له عرض، وارسنال مقدم له عرض. هل هيروح فين؟ ريال مدريد بديل كورتوا هيرحل عن ريال مدريد بسبب ما فيش فرصة لريال مدريد مكان كورتوا، عشان كورتوا مكانه هو الأساسي في ريال مدريد في حراسة المرمى هو أندري لويان. هيرحل عن ريال مدريد أندري لويان. ممكن كورتوا يعوضه ويجيبوا حارس بدال اندير لوناه. مدريد بيخطط عشان يجيب بلينجهام في الصيف المقبل بدل توني كروس ولوكا مودريتش، عشان يعوض توني كروس ولوكا مودريتش. هل الصفقة ديت ممكن تنجح مع ريال مدريد وريال مدريد يتم التعاقد معاها ولا لأ؟ التانية هي ألفونسو ديفيز. في كلام بيقولوا إن ريال مدريد ممكن يجيب ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد بدل مندي، ممكن يجيبه، بس مفيش كلام من كده. ممكن في الصحيفة الألمانية قالت كده إن بايرن ميونخ ممكن يبيع ألفونسو ديفيز إلى ريال مدريد، عشان بقى كانسيلو في بايرن ميونخ دلوقتي بدل ألفونسو ديفيز، وكانسيلو واخد مكانه. ممكن مدريد عاوزة تتعاقد مع مهاجم جديد بدال بنزينا اللي هيرحل في الصيف المقبل، أو ممكن ما يرحلش. عاوزين يتعاقدوا مع هاري كين، ورئيس نادي توتنهام رحب بالعرض. ممكن يتعاقدوا مع هاري كين الموسم المقبل. يعني ممكن ريال مدريد يفاجئنا ويتعاقد مع هاري كين. تعال اقولك على الصفقة التانية المهاجم. كتبت الصحيفة الاسبانية ان ريال مدريد عاوز يتعاقد مع فيرمينيو بالذات. يعني ممكن ريال مدريد يتعاقد مع هاري كين وفيرمينيو في الهجوم. الاتنين دول سفاحين جدا جدا. يعني ممكن هاري كين نشوفه في ريال مدريد هو وروبرتو فيرمينو. بنزيما يرحل عن ريال مدريد ويروح اتحاد جدة. ممكن هي ذكرت الصحيفة الإسبانية إن ريال مدريد عاوز هاري كين وفيرمينو اللي يتعاقد معاهم، وذكرت الصحيفة الإنجليزية اللي عاوزهم الثنائيين دول. سين بونو حارس منتخب المغرب. بونو يتقدم بأربع حراس مرمى ضمن اهتمامات ريال مدريد بياسين بونو هذا الموسم. يعني ممكن نشوف ياسين بونو في ريال مدريد الموسم المقبل. وكده يكون انتهت الحلقة. اشترك في القناة وفعل زرار الجرس واضغط لايك عشان تنضم الى قناتي وتشوف فيديوهات غير دي كتير ان شاء الله في الايام اللي جاية. نشوفكم على خير، ونشوفكم الفيديو الجاي، ونشوفكم في حلقة جديدة. بقول لكم ايه رأيكم في صفقات ريال مدريد الجديد؟ انا قلت لكم بعد الصفقات ان شاء الله نعمل حلقة عن صفقات ريال مدريد اللي عاوز يتعاقد معاه كلها ان شاء الله. سلام.